هجيبها لك منين؟ هجيبها لك من أول كيروش. كيروش هو أول مدير فني مسك مع المنتخب ده أو مع اللجنة دي. وخلي بالك، كيروش هو آخر واحد كان ممكن يعمل حاجة مع اللعيبة دي أو مع المنظومة دي أو مع القماشة دي، ولكن كيروش ما ينفعش. ليه كيروش ما ينفعش؟ لا، مش على مزاجنا. طب ما جبناش كيروش ليه او ما كملناش مع كيروش ليه؟ معلش، اصل الدولارات خلصت. طيب، كيف جاء كيروش بعد ما الكابتن حسام البدري مشي؟ وللعلم كابتن حسام البدري لم يخسر اي مباراة في مسيرته مع منتخب مصر. في شوية مباريات اللي لعبهم ما خسرش ولا ماتش فيهم، ولكن مشي لسوء الاداء. اللجنة اللي قبل ديت جابت كارلوس كيروش، مشيت كابتن حسام البدري جابت كارلوس كيروش، سيستمنا الدنيا. الراجل لعب الماتشات في البدايه بتاعته تأهيلية مش تأهيلية، احنا بنعمل معسكر، احنا مش بنعمل ايه، احنا هنلعب هنوصل لنهائي افريقيا. الراجل وصل، اداء مش احسن حاجة، بس تبشرنا فيه خير ان هو ممكن يعمل حاجة مع القماشة ديت. هو راجل عمل زي ما كتبتها على الفيسبوك، بصراحة هو عمل من الفسيخ شربات. ما كانش عندك اي حاجه في اي حاجه. الراجل وصلك لنهائي افريقيا، وصلك لمباراه حاسمه مع السنغال. طيب، جينا بعد نهايه افريقيا وبعد ما خسرنا من السنغال لاسباب كلنا عارفينها. امشي يا كروش. ليه؟ ما عندناش فلوس ليك. طيب، مشي كروش، نجيب مين؟ لا، احنا هنجيب مدرب مصري عشان هو بياخد بالمصري. ف ايه فايه فنكمل، ويبقى نكمل مسيرة الكابتن حسن شحاتة، ويكون عندنا مدير فني مصري نعتمد عليه. طيب، هل احنا كاتحاد كورة سيستمنا او بنينا المدير الفني اللي هيمسك لمنتخب مصر ده؟ لا. طب هل احنا خليناه في جهاز معاون حتى للمدير الفني اجنبي؟ لا. طب هل احنا اهتمنا بيه، عطينا له دورات، اخد دورات بره فيجي يمسك المنتخب يعمل حاجة؟ لا، ما حصلش اي حاجة من كل ده. فنتيجة طبيعية 100% اللي انت تشوفها حاليا، وخروجنا من افريقيا. طب ايه اللي الربط ده؟ ربط بين ده وده هو ان يوري لك ان المنظومة قد ايه فاشلة، منظومة قد ايه ما فيهاش دماغ تفكر، منظومة قد ايه ماشية بالمحسوبية، منظومة ماشية بانه ده عمل لي حاجة فانا هردها له. ما يعرفش ان اللي هيردها له فيها دي هي منظومة كورة في مصر.